بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. قال تعالى في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. وتفسير هذه الآية لفضيلة الشيخ السعدي رحمه الله قال فيه: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، ومعرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، بمعنى أن الهداية إلى الصراط هو الهداية إلى دين الله، دين الإسلام، وترك ما سواه من الأديان. أما الهداية في الصراط فهي بتشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء اللي هو اهدنا الصراط المستقيم هو دعاء مهم جدا لكل عبد، إنه يدعوه دائما في كل مرة بيسجد فيها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طريق الاستقامة ليس بالطريق السهل المفروش بالورود، ولكن هو طريق صعب بيحتاج إلى جهاد النفس، ويحتاج إلى تهذيبها وتقويمها. ومع الأسف الشديد الكثير من الناس، إلا من رحم ربي، يعلم ولكن لا يعمل عن الاستقامة وعوامل التي تدفعنا أن نكون عباد مؤمنين مستقيمين إلى الله سبحانه وتعالى. هتكون حلقة قوارير اليوم مع الأستاذة زبيبة محمد، الداعية الإسلامية. السلام عليكم يا أستاذة زبيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بحضرتك. بداية أستاذة زبيبة، خلينا نتكلم عن المقصود بالاستقامة والدليل عليها من القرآن والسنة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، عليه الصلاة والسلام. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحييكم بتحية الإسلام، مشاهدينا الكرام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. معنى الاستقامة هي الثبات على الأمور والدوام والاستمرار عليه بشكل أساسي، هذا معناه. والدليل من القرآن قال الله سبحانه وتعالى: تستقم كما أمرت. واحد لازم يكون كما أمره الله سبحانه وتعالى، يثبت على طاعته وأمر ربه كما أمرنا، كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الاستقامة يعني شيء عظيم، شيء كبير. كل شيء عنده إذا ما في استقامة يعني مشكلة كبيرة. أهم شيء في الدين استقامة. وفي الحديث عن أبي عمرو وقيل أبي عمر سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم يا وهي. يعني هذا الاستقامة أهم شيء. يعني كل الناس لازم يستقم على دينه، يكون ثابت على دينه في كل شيء، في كل زمان ومكان، في الأفراح، في الحزن، في كل شيء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حياته زي حياتنا. لا، كان يفرح، كان يحزن، كان يعيش يعني حياة البشر. هو البشر ونحن كمان نفس الشيء. عشان كده لازم نكون مستقيمين في حياتنا 24 ساعة. لازم نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا والصحابة، ويعني نستقيم على ديننا وعلى طريق ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المستقيمين. طيب، كيف أكون مسلما مستقيما؟ إيه اللي يخلي المسلم فعلا يكون مستقيم؟ ما هي الخطوات والعوامل التي تساعد المسلم أنه يكون مستقيم؟
عشان نكون مستقيمين أولا نعرف يعني قيمة هذه الدنيا. إيش هي؟ هذه الدنيا حقيقة بالذات عند الله سبحانه وتعالى ما تسوى جناح بعوضة كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كانت تسوى جناح بعوض ما سقى كافر شربة ماء. لو تخيلنا هذا الحديث، البعوض يعني شيء صغير ما في أكبر منه. سبحان الله. ونحن كيف؟ وربنا يقول وللآخرة خير لك من الأولى. المشكلة نحن ليش نخطئ؟ ليش يعني ما نكون مستقيمين؟ عشان فضلنا عشان حب الدنيا. أيوة. حب الدنيا رأس كل خطيئة. لازم يعني يتذكر الموت والآخرة وجنة والنار والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه تخليه عشان يكون مستقيم. وإلا نحن في هذا الزمان وفي هذا العصر والله للأسف الشديد ربنا يعني ورانا كل شيء. جاء كورونا امتحان في العالم كلها، كيف كان يعني هذا كمان نسيناه سبحان الله. وهذا الحين اللي يحدث هذا الحرب يعني في كل بلد في العالم كله، هذا كمان عشان نستقيم، عشان نرجع، عشان نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بالتأكيد. هيهات لمن هذا كل شيء؟ لازم واحد يتعظ ويفكر ويعمل لآخرته عشان يكون مستقيم. لازم يعرف يعني حقارة الدنيا. بالضبط. بالضبط فعلا الدنيا لا تساوي شيء، وللأسف الشديد يعني البعض بيجعلها في قلبه ولا يجعلها في يده. صح، هذا مشكلتنا. بالضبط. طيب أستاذة زبيبة، احنا اتكلمنا عن العوامل اللي بتساعد على الاستقامة، خلينا نتكلم عن العوامل اللي بتبعد العبد المسلم عن الاستقامة واللي لابد انه يحذر منها ويبتعد عنها تمام الابتعاد علشان يكون في طريقه المستقيم. واحد متى يكون يعني بعيد عن الاستقامة؟ لما يفكر بس هو عايش في هذه حياة الدنيا، يعني ما يفكر الموت، ما يتذكر، ويعني بس يعيش حياته، يأكل يشرب ينام ويعني يصلي صلاته وما يهتم يعني بالعمل الصالح، يعني بيمشي في لهو الدنيا. إذا لها في الدنيا، إذا دخل يعني في أمر الدنيا كله ونسى الآخرة، هذا هو المشكلة الكبيرة اللي تخلينا يعني ما نكون مستقيمين. لو عرفنا لكن حقارة الدنيا وتذكر الموت بس، هذا اللي يخلينا يعني نبعد من الدنيا. سبحان الله العظيم. لما يموت كما الإنسان لما يندفن كما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. يرجع الاثنان ويبقى واحد. يعني عمره كله تتعب عشان تجمع فلوس، عشان تسوي بيت، عشان تأسس الأسرة، عشان كل شيء، بس تخليه وتمشي وتتحاسب عليه أنت. والمال والبيت وكل شيء اللي خليته للورثة. يعني يرجع مالك ويرجع أهلك، أولادك اللي تعبت فيهم، سهرت فيهم، وكل شيء قدمت لهم أكثر من نفسك، حتى هم ما يدخلوا معك القبر ولا دقيقة واحدة إلا بس مالك. نتخيل يعني لو هذا فكرنا بدقة، يعني العمل أهم شيء. يعني بدل ما نستقل للدنيا كثير، أكثر نستقل للآخرة، لأن العمل الصالح هو الذي يحس معنا القبر. هذا لازم ما ننسى والله. هذا لازم طيب. يفكر. طيب أستاذة زبيبة، هل ممكن يكون الصحبة اللي موجودة حول الشخص أو حتى أهله أو بعض المقربين منه أو بعض الجيران أو زملاء العمل ممكن يكون سبب من ضمن الأسباب اللي بتجعل الفرد المسلم غير مستقيم؟ وفي حال إنه كان الجواب ماذا يفعل؟ يعني
هيقوم نفسه ولا هيبدأ بتقويم اللي حواليه، خصوصا لو كانوا أهل ومقربين منه؟ هذا كمان يكون سبب من الأسباب، صح؟ لأنه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا يعني بالصحبة الصالحة. المرء على دين، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حتى مثله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا مثل صاحب السوء وصاحب الصالح. صاحب الصالح الذي يبيع العطر، إذا هو كريم يعطيك، أو كمان إذا قعدت معك تشم رائحة طيبة. هذا مثل صاحب الصالح. وصاحب السوء كنافق الكير، مثله الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه، يعني او يجيك نار يعني تحرق ثيابك، او كمان تشمه رائحه ما طيبه. ايوه، رائحه كريهه تكون منه الطبله اللي يشتغله الشغل. هذا صاحب السوء. عشان كده لازم واحد يختار، أو كمان لا مثلا يكونوا من العائلة أو الأسرة أو كده، بس واحد إيش يسوي؟ يعني يحاول يتعامل معهم يعني بالدين، يدعوهم ويذكرهم بالآخرة ويذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذه الدنيا ما تسوى شيء ونحن راحلون. كم يعني واحد بيكون في هذه الدنيا 60 سنة 60 سنة. هذا كمان إذا ربنا رزقنا العمر، وإلا قاعد نشوف شباب في عمرهم عشرينات وكم 20 سنة قاعد يموتوا موت فجأة، موت يعني بدون إنذار. هذا الموت ما يستأذن، ما يقول أنا جاي ولا يعطي الموعد. الموت ما عنده دواء موت. إيش هو؟ واحد يكون مستقيم على دين، يكون جاهز كل يوم على الدين، يسوي حلال يجتنب الحرام، وإن شاء الله كمان يدعي أسرته وأصحابه وكل شيء، ويشوف من كمان يساعد. تمام. طيب أستاذ زبيبة، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. هل في علاقة ما بين التقوى، ما بين إني أتقي الله وما بين إني أكون عبد مستقيم؟ صح. واحد إذا اتقى الله سبحانه وتعالى، إذا عنده تقوى يكون عنده يعني التزام. إيش يقول؟ يتقي الله. تقوى الله سبحانه وتعالى إيش هو؟ الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، كما قال علي رضي الله عنه كما فسره بالتقوى، والقناعة بالقليل. هذا هو التقوى. إذا عنده تقوى واحد يعني يجمع كل شيء، يكون ملتزم، يكون يعني يعرف يعمل لآخرته، والدنيا ما يتلاها، ما يكون يعني عايش في الدنيا بس هو كل شيء يعني يعمل عمل الصالح ويستعد بآخرته. لازم يكون تقوى الله رأس كل شيء. تمام. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا بعض النماذج عن الاستقامة في بعض أحاديثه. فمثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. طيب، دي كانت بعض النماذج من أشكال الاستقامة. خلينا نذكر مع حضرتك أشكال أخرى من أشكال الاستقامة. بمعنى لو أنا شفت شخص معين أقدر أقول إنه فعلا راجل أو امرأة مستقيمة أو رجل مستقيم. إيه هي العلامات اللي تدل على الاستقامة؟ الاستقامة يعني يكون على طريق المستقيم، كما ذكره ربنا سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الاستقامة هذا يعني طريق المستقيم، الدين، الالتزام معناه. اللي يعرف إنه حلال يعمله، اللي يعرف أن هذا حرام يجتنبه. ما يقول يعني هذا واحد يوم
يوم فرح هو مع هذا ولدي بيكبر قاعد يزوجه نجامل، هذه أختي إيش أقول لها بتزعل مني. سبحان الله، نتذكر ربنا سبحانه وتعالى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في هذه الدنيا تجامليهم، لما تموت لكن ما يدخلوا معك القبر. ما في مجاملة في الدين. في الدنيا ممكن تجاملي، ممكن تسوي تساعدي كل شيء، تخلي حق نفسك وتساعدي حق يعني أختك وجيرانك وصاحبتك واللي تحبك. بس في الدين لا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزعل لمن يسووا له يعني اليهود يجي يعني يضربوا، حتى لما راح الطائف رموه بالحجارة حتى طلع دم، حتى ربنا رسل له ملائكة قال له خلاص أطبق عليهم الخشبين، هذا 2 جبال عشان يموتوا كلهم. بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزعل لروحي ولا لنفسه، بس لمن يكون في الدين كان مرة يعني يزعل. لما واحد من أشراف القريش سرقت، بعدين قالوا من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني اللي يحبه من الصحابة. قالوا له يعني توسط لنا، قل له لا تسرق بعد اليوم إلا بس الشيء خلاص ما تقطع يدها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له خلاص غضب غضبا شديدا، قال ألا في حدود الله، ألا في حدود الله، ما كان عنده مجاملة. هذا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتبعه. قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. سبحان الله، أي والله سبحان الله، بنته حبيبته كان لقطع يدها. سبحان الله. فكيف يعني بزماننا هذا الناس يعني تجامل، تقول ولدي أختي وأي واحد يدخل معك القبر، يعني ما إلا في الدنيا يعني تساعدهم بالدين وبالالتزام، ما في مجاملة في الدين. هذا اللي ينقصنا يعني. كلنا نعرف كل الناس اليوم الحمد لله، زمان كانوا يسافروا عشان يتعلموا العلم، الحين أنا قاعدة في البيت قاعد نتعلم، كل ربنا سهل لنا، وهذه النعمة ما بنسأل عليها. سبحان الله. تعلمنا، بس في العمل المشكلة. من الذي يعمل إلا ما رحم ربي، كما قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عباده الشكور. ربنا يجعلنا من المستقيمين ومن الشاكرين ومن الملتزمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أخيرا نصائح لكل المسلمين اللي بيسمعوا حضرتك اليوم من خلال برنامج قوارير، رجالا ونساء، يعني مش شرط ان هم يكونوا قوارير فقط، الرجال والنساء، لكي نكون عباد مستقيمين. بماذا تنصحين؟ نصائح أخيرة. سبحان الله، أنا أنصح يعني أولا أوصي ونفسي والمؤمنون والمؤمنات كلكم رجالا ونساء بتقوى الله عز وجل. لازم نتقي الله سبحانه وتعالى، وهذه الدنيا يعني أياما معدودة، العمر يعني قليل بسيط، يعني ما يجي كثير، ما إلى الأبد. يعني هذه الدنيا يعني ممر، ما دار المقر، كما وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا اللي لازم يعني نطبقه في حياتنا. واحد ما يعمل من الصباح للمساء، حتى من دقيقة لدقيقة، من ساعة لساعة، لأنه الموت يأتي فجأة. ما نجامل، ما نروح يعني عشان الناس ما تقول لي ما تزعل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا: لا تأخذكم في الله لومة لائم. ما نقول يعني الزامل وما تزعلها، وفي حدود الله، في الحلال ما فيها مشكلة، بس في الحرام، في معصية الله سبحانه وتعالى، نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وأولادنا وأهلينا والناس جميعا، ونتناصح. أنا إذا أخطأت أنت تنصحيني، وأنت إذا أخطأت أنا أنصحك. بهذا لازم يعني نكون في طريق مستقيم وملتزمين،
وربنا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. كما كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون يقرؤون يعني 10 آية يتعلمونها ويعرفون تفسيرها ويعملون بها، بعدين يحفظونها. في زماننا هذا لكن تقولي هذه حافظة 30 جزء، بس لما تشوفيها في العمل سبحان الله شتان بين هذا وذاك. لازم نكون اللي تعلمناه نعمل. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، وهذه الدنيا مزرعة الآخرة. إذا زرعنا في الدنيا بنحصد في الآخرة، إذا ما زرعنا لكن خلاص. يعني هذا العمر اللي ربنا أدانا، يعني هذه فرصتنا، بدل ما بعدين نندم حين ما لا ينفع الندم. إذا ندمنا في الدنيا ربنا غفور رحيم، سوى لنا يعني فتح لنا باب المغفرة، باب التوبة. هذا كمان في عنده وقت يقنط، يعني الرب ما يقبل مننا التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، أو إذا العبد الروح حقته جاءت الحلقوم، إذا بلغت الحلقوم خلاص ما في توبة ولا استغفار. بالضبط. كل يتمنى اللهم بعد ما مات من التوابين وإذا استغفار. أيوة، ربنا يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عباده الصالحين، وإن شاء الله ربنا يوفقنا. ولازم نتناصح نتكلم. ما أقول يعني ما أخاف من الناس، وكيف أقول لها بتزعل مني إذا تكلمت. إذا صرنا خطأ لازم من رأى منكم منكرا فليطير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بشكرك جدا في النهاية الأستاذة زبيبة محمد، الداعية الإسلامية، على وجود حضرتك معانا وعلى هذا الطرح الجميل. جزاكم الله كل خير. اللهم اجعلنا من التوابين ومن العباد المستقيمين. شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر موصول لكل متابعين برنامج قوارير. فاللهم اجعلنا من أهل الاستقامة، من أهل التقوى، ومن أهل الإيمان يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.